المسألة دي بالذات كان الأستاذ أحمد الله يرحمه كان بيحبها قوي. كان دايما يطلبها في كل صلاة وده بيحضرها يعني. الفجر ساعة اللي يتولد يملى البلد رمح وزعيق ويخط بيده على الطريق البسملة ويشب فوق المبنى ويقيم الصلة يسعد صباحك يا ولد. الفجر ينخش الأوض يدفي الروض ياخد العيال على المنظرة محلاها لقمة مقمرة على الريق بتبقى مسكرة وحنينة. واسألنا أنا الفجر شاب على اللبلابة الشمس قامت تفتح البوابة خش النهار شايل النعاس من فرشة الأنفار وكسر الرغفان في السيالة وعتلة القلة مع الأيالة وغنى على السقالة الله يا ليل الله. الله يا ليل يا غنوة على الماشي بلحن قلب النظيف اللي ما صداشي غنى اليمام على الشجر ولا ما غناشي يجعلني طير لما كنت اطير ريحه في اول الليل يغمزني اجي ريحه وفي اخر الليل ان قال لي يا تروح اسنقر الباب لتضيع مفاتيحه الله يا ليل الله. الله يا ليل مكسور وبتعافر اللي انخدع من لحمك الضافر واللي داسوك بالنعل والحافر وبرغم ده بتحن لاصحابك وتسامح اللي بنعمتك كافر الله يا ليل الله. سافر بلاد الله لخلق الله وتحامل حيث الامور واضحه وضوح كامل واعذرني لو تصريح مش شامل ايه يعني لو سبت الامر عاقل ورجعت فلقيت النجوم حامل الله يا ليل